مساء الخير عليكم، معاكم إيناس حسنين. شايفين الجمال ده؟ كان فطار تالت يوم رمضان، صينية كفتة بصوص الطحينة الخطير. جميل جميل جميل، طبعا ينفع غدا، ينفع عزومات في رمضان. ده كان فطارنا في تالت يوم. قلت انزل لكم الطريقة الجميلة، تعمليها في عزومة تشرفك في رمضان او في غير رمضان. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم علينا وعليكم. شايفين الجمال والحلاوة؟ حاجة بقى فوق الوصف. الناس محبين الكفتة المشوية ومحبين الطحينة دي، الاختيار الأمثل ليكم. نصيحة: تكون اللحمة طازة مش متجمدة خالص. هتديكي نتيجة أحلى بكتير. تقدميها مع رز بقى بشعرية، تقدميها في عيش. شايفين الخضار؟ بطاطس وبصل، وحاجة في منتهى الجمال. صوص رائع رائع رائع، وطريقة سهلة، ومكونات بسيطة جدا جدا جدا، ما فيهاش أي تعقيد. هندخل عليها على طول. بس ما ناكل لقمة العيش الجميلة دي مع حتة الكفتة الروعة دي والبطاطس. يلا نخش على المقادير. معانا كيلو من اللحمة، 800 جرام لحمة و200 جرام دهن عشان تبقى حلوة معاكي. بصلاية كبيرة متصفي منها ميتها زي ما انتوا شايفين كده، مبشورة صغير. ومعايا ربطة شبت، ربطة كزبرة، ومعلقتين كبار من توابل الكفتة. توابل الكفتة بتاعتي مملحة، فمش بحط ملح وفلفل. لو توابل الكفتة اللي بتستخدميها ما فيهاش ملح، حطي ملح وفلفل على حسب رغبتك. شوفوا جميلة، مفيش أي مكونات تانية، مفيش أسهل من كده طريقة. معايا بقى خضار على حسب رغبتك. أنا حاطة فلفل أخضر وبصل متقطع مكعبات وبطاطس متقطع مكعبات. حطيت معلقة من توابل اللحوم المتنوعة، توم بودر، بصل بودر، معلقة صغيرة من كل حاجة. توابل لحوم متنوعة، توم بودر، بصل بودر، كزبرة ناشفة معلقة صغيرة، ملح وفلفل على حسب رغبتك، والسبع بهارات لو متوفرة عندك، بتدي نكهة جميلة جدا جدا جدا. هنقلب بقى كده زي ما انتوا شايفين، وهنضيف لها كوباية واحدة من المية السخنة، ونحطها بس تتشمع في الفرن. نسيت اقول لكم ان معاها طماطمايه كبيره متقطعه او طماطمتين، بس مش بضيفها في الاول عشان ما تتهريش مني. يعني بحطها في الفرن وبعدين ارجع اضيف الطماطمايه. بحطها في الفرن بس يعني تتشمع كده ربع ساعه. هنا ولعت في حمايه بس وطفيتها بشويه زيت عشان ابخر اللحمه قبل ما اصبعها. الخضار يا جماعه بحطه ربع ساعه في الفرن، وبعدين بطلعه، اضيف له بس ايه الطماطمية الكبيرة او الطماطمتين المتوسطين اللي عندي. هبتدي اصبع الكفتة بمية البصل. ببل ايدي بس مية بصل وبصبعها على المسن او اي حاجة عندك، بس بعمل لها بس فراغ من جوه. معلش انا نسيت اقول لكم في المقادير: معلقة صغيرة من البيكنج باودر بتدي هشاشة وجمال للكفتة. معلقة مليانة صغيرة مع معالق الشاي بيكنج باودر، بتخلي كفتة هشة معاكي وما تكشش منك في الفرن. يا ريت تستخدموا اللحمة طازة زي ما قلت لكم، بتبقى احلى بكتير. الباقي من مية البصل حطيته على الخضار، واشوف دخلته الفرن دبل بس معايا. وبعدين ابتديت ارص الكفتة بأي طريقة تعجبك، يعني رصيها في الصينية خلاص، وهدخلها الفرن من غير غطا ولا حاجة عشان تحمر معايا. معايا هنا كوبايتين من الطحينة وثلاث ليمونات كبار. هبتدي اعصر بس الليمون على الطحينة زي ما انتوا شايفين كده. كوبايتين من الطحينة وثلاث ليمونات، اعصرهم من غير طبعا البذر او التفل زي ما انتوا شايفين كده، واقلب كويس جدا لحد ما هتربط معاكي. وهنبتدي بقى نفكها. بعد ما بتربط كده، مقدار معلقتين من الزيت. انا طبعا ببقى عارفه المقدار اللي بحطه، ما ببهدلش معالق كتير يعني. هما اللي حابه اللي انا حطيتهم دول هتلاقيهم معلقتين كبار من الزيت. وبعدين معايا كوبايه ميه، هبتدي دوب فيهم الطحينه
كوباية من المية العادية خالص من الحنفية، من الفلتر، من أي حاجة مش ساقعة يعني ولا سخنة. خلاص بقت معايا اهي. هعمل ايه بقى الحركة الجميلة اللي هتدي للطحينة ده طعم تاني خالص؟ اجيب دي الكفتة يعني اهي، تحط بس ال- رغيف عيش وطبق كده عشان بس يمص ال ما ينزلش الكفتة مني، وانزل الصوص اللي نزل شوفه، وابتدي احل بيه الطحين. انا بس عايزة اخد منه الصوص، عشان انا بحط الرغيف والطبق عشان ما يتحركش الخضار ولا الكفتة ما تتحركش من مكانها. باخد بس الصوص اللي نزل من الخضار ومن الكفتة بعد ما دخلت الفرن حوالي تلت ساعة. باخد منها الصوص اللي نزل ده. ده بيدي طعم رهيب 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 للطحينة، مهما اوصف لكم. الريحة كانت طالعة قلب الدنيا كلها. طعم تاني، بياخد الطحينة لطعم تاني يعني، مكان تاني خالص. اهو كل ما تنزل بقى شوية من الصوص بتاعها بصفيه كده زي ما انتوا شايفين. هبتدي اقلب الكفتة كده، احمرت من فوق. هقلبها بس على الناحية التانية عشان خلاص هي كده تقريبا استوت، عشان اضيف الصوص بقى. في المرحلة دي خلاص هي الكفتة كده دخلت نص ساعة بس الفرن، بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واستوت تقريبا خلاص يعني. هقلب بقى الطحينة اهيت. هي ده السمك اللي انا عايزاه، مش عايزاها لا تقيلة ولا خفيفة. احطها بقى. خلاص اهي شايفين سمكها. حطيت. وهدخلها تاني الفرن حوالي ربع ساعة كمان، هتبقى بالشكل الجميل ده. الصوص بيتقل خالص في الفرن. حاجة تانية، ريحة تانية، طعم مختلف. الريحة كانت قلب البيت. محبين الطحينة لازم تجربوا الطريقة الجميلة ديت. محبين الطحينة مع الكفتة المشوية لازم تجربوا الطريقة دي. الخضار رهيب رهيب رهيب، مع الرز رهيب، بالعيش رهيب، بكل الأوضاع رهيب. يا رب الطريقة بس تعجبكم. اللي ما شافنيش قبل كده يعمل لايك للفيديو، ويعمل اشتراك في القناة علشان يوصلكوا كل جديد بنزله. الطريقة خطيرة 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 يا جماعة. يا ريت يا ريت تستخدموا اللحمة طازة، تجيبوها من عند الجزار طازة. بتفرق في الكفتة دي، بتفرق في الكفتة المشوية، في أي كفتة على فكرة. حاولي لو هتعملي كفتة هاتي اللحمة المفرومة طازة. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم. ويا رب بعود علينا الأيام، وربنا يجعلنا من عتقائه في الشهر الكريم ده. هنزل لكم فيديوهات كتير، وقابلوني كتير. كانت معاكم إيناس حسنين، بالهنا والشفا عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.